تعالي بقى اقولك ازاي تعملي الرز بلبن ويكون ناعم وكريمي وفي نفس الوقت ما يكونش مكلف. بصي بقى، في حلة على النار هنحط كمية اللبن اللي عندنا، هنقسمها نصين. انا هنا كنت شغالة بكيلو لبن، فهنحط نص كيلو هنحط نص كيلو على النار وهنشيل نص كيلو. بعد كده هننزل عليه بشوية الرز بتوعنا يكون مغسول ومتصفي. انا هنا استعملت رز قد ايه؟ اقل من ربع كوباية الشاي، اقل كمان من الربع. حلاوة الرز بلبن ان يكون الرز فيه قليل، ما يبقاش كتير علشان الرز بلبن ما يطلعش مجبس. وبنديها غلوة على النار ونطفي عليها ونقفل الحلة خالص. الرز بيتشرب من اللبن وبيتشرب من السكر اللي معاه، وبيبقى طعمه مسكر وبيطرى وبيستوي في اللبن، فتحسي وانتي بتاكليه كده بطعم اللبن فيه. بعد كده، بعد ساعة كده تبتدي تكشفي عليه، تبصي تلاقي الرزاية اتشربت من اللبن خالص وبقت ماسكة في بعضها. اوعي تتخضي، وانزلي بقيت كمية اللبن اللي معانا وقلبيه تقلبتين على النار. وبعد كده حطي على طول الفانيليا، وبعدها حطي النشا. طبعا لو حابة تحطي كريم شانتيه براحتك، حابة تحطي اي اضافات تانية براحتك، لكن انا هنا بقولك على الرز بلبن العادي خالص، بمواصفات اقتصادية جدا ومقادير اقتصادية خالص. انا نور علي، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة.